الله الولي التوفيق. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه خير الخلق ومن تبعهم بإحسان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل ما وصحبهم أجمعين وآله وصحبه أجمعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى جميع الملائكة المقربين وعباد الله الصالحين. أما بعد، فإن للكتب خلقات ووسائلها فوائد ومنافع كثيرة استفاد منها الجمع الكثير في تبين كيفية القرآن بأداء هذه المهمة العظيمة. وقد وفق الله تبارك وتعالى لشرعها وتبسيط وتوضيح معانيها، وذكر كثير من أصولها ودلائلها الشيخ المبارك العالم الداعي إلى الله تعالى علي بن عبد الله بن حسين العيوسي، وكان بقيامه بهذا الأمر تقديم خدمة حسنة طيبة للمدرسين والمعلمين والعلوم المنتشرين في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وبارك الله فيما وفاد به ونفع وجعل القائم ومقاطعه وصلاة بالانتصار بشرف المقاصد إلى المرضى وإلى الفضائل والمحارم وتوفير الخوف من المنافع والفوائد والتوفيق لرسالة التعليم على الوجه الأتم على الأتم الكريم وقع وقفته ومطاعته وسماعه وجزاء بواجب الفضل من علم سماعه ونشره عادة يقوم على ذكره وشكره ولله التوفيق. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بعث نبيه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله الامين مامورا به فاز الفائزون وارتقى المحبون وبهديه سار المبلغون وبه اهتدى المهتدون واهتدى المهتدون. نشهد انه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الامه وهدى الله به من امته بشرا كثيرا فكان في دون الجهل المبشرين سراجا وكما منيرا. صلى الله وسلم وبارك عليه واله وصحبه ومن سار على نبره الى يوم الدين. اما بعد، فان الحبيب الاعظم صلى الله عليه واله وصحبه وسلم جاء مبينا لهذه الامه من ضلالاتها وقد كثر الجهل وما ذاك فيها فاخرج الناس من الظلمات الى النور وانقذهم من الوعي والجهود وضعف وعانى من اجل ذلك ايما تعرف معنا حتى قال لنا نجيب في الله عز وجل وما من ذا احد واقسم من الله مما يخاف احد ولقد اتت علي ثلاثه من بين يوم وليله وما لي والعيال طعام ياكله كبد الا ما للوالي وصائبت بهذا. اخرجه احمد والترمذي وابن ماجه. ومع كل ذلك صبر صلى الله عليه واله وصحبه وسلم من اجل تبليغ رسالة ربه وإنها الأمة من النار حتى وصل إلينا الدين سهلا واضحا مبينا وما